نافذة بص ضد الفساد، مع الفلاح، مع المواطن الغلبان. نعرف مشكلة فاقوس او جهينة القبلية، نعرف ايه المشكلة من عم الحاج. ايه الموضوع يا عم الحاج؟ موضوع عم الحاج ده طريق طالع من ميزانية من المحافظة او من الدولة متبطن عشان يرتصف طريق. اقعد يا عم الحاج. بعد ما الطريق ده متبطن كلوه علينا، كلوا فلوس بتاعت المحليات، كلوا فلوس او ودوها في حته مش عارف. والطريق ده باظ علينا، وعارفين ندخل ببابور حرث نهر الارض، ولا بمكنه زراعيه نعمل، ولا بمكنه ميه، ولا حاجه، ولا محتاج. وقفنا حالنا وقف على كده، احنا حالنا وقف على كده. يعني السبب كله ان عدم فتح طريق من اول الطريق. السبب كله فتح الطريق الاولاني، جت علينا الطريق الاولاني اللي هو الطريق اللي احنا شفناه ده، هو اللي جت الطريق علينا، مش عارفين نمشي منه خالص. نروح نمسك الطريق بشكل معانا، يبقى الناس من فاقوس بيشكلوا معانا. نعمل ايه احنا دلوقتي؟ يعني انت مشكلتك ان انت مش عارف تدخل بالجرارات، بالميه، بالمكن الحرث، مش عارف امشي. يعني حالي وقف، يعني لا الزراعيه وقفت. احول طبعا زي ما احنا شايفين كده. احول محصول ازاي؟ مش عارف امشي محصولي. امشي مكنه ميه ازاي؟ مش عارف. امشي ابو ريحه الارض ازاي؟ مش عارف. طب انت عايز توجه الكلام ده ايه للمحافظ؟ سياده المحافظ يا باشا، والساده والناس. عايز تقول له ايه بالظبط؟ اقول يا سياده المحافظ شوفوا مش مشكلتنا. هي مشكله ان الطريق مقفول. الطريق بتاعنا مقفول من فوق. مش عارفين نمشي. وكتر الله خيركم يا عم. طب في حد تاني معانا ممكن نتكلم على الاستاذ جمال؟ استاذ جمال، الطريق ده هو طريق البلد الاساسي. نعم. من ايام اجدادنا. اسمه طريق عزبة عطش حاتم. عطش حاتم. كان في خليج هنا، الناس دي بتستخدمه في الري. نزلت ميزانيه من الوحده المحليه لرصف طريق، اتغيرت الميزانيه لتغطيه هذا الخليج. يعني كان معمول اساسا اللي هو لرصف طريق. اللي هو الطريق ده؟ لا، طريق تاني داخل البلد. راح عاملينه ايه؟ عاملينه هنا، حولوه على ان ده بصرف يغطي هذا الخليج، يغطي الخليج. مع انه خارج الكتله السكنيه، وده مخالف طبعا، انه يغطي خليج في قلب غيط. الخليج ده كان جنبه طريق بندخل عليه بالجرارات، بنحملها سباخ لا مؤاخذه، بنحملها اي مكنه حصاد بتيجي، موتور بنرش الزرع. النهارده الزرع بتاعنا باظ، اجى واحد منتفع او مستثمر من بتوع الايام دي اللي بيقولوا عليهم، الارض اللي احنا شفناها، واشترى الجرات هنا بنص مليون جنيه. جاب هدد وهد، وراح عامل مواسير خرسانه زي ما حضرتك شفت. يعني ردم ارض زراعيه علشان زراعيه قائم الغله عليها. او ادي حمايه الاراضي. ومن هنا برضو يعني بلوم حمايه الاراضي بالاداره الزراعيه بفاقوس، اللي سايبه هذا الرجل على مسمع ومرأة لحمايه الاراضي، والوحده المحليه بالددمون اللي احنا تابعين لها. يعني المكان احنا ده طريق عليه ده طريق 6 متر. طريق 6 متر. كان موجود بنمشي عليه، واخد من اول الطريق لغايه من اول الطريق الاسفلت لحد الترب والمسجد اهوت. لو الكاميرا حضرتك تجيب المسجد المدنه اهي، المدنه دي في قلب الترب. يعني اصبح الوقت لو واحد جاي متوفى من اي بلد تانية ولا متوفى في اي محافظه تانية، بنحتار ندخل بيه منين. يعني دي المدخل الرئيسي للقريه. بعد كده كلها مداخل فرعيه، مداخل اهالي، مدخل الجريره، مدخل المحارمه. انما ده مدخل اساسي القريه. يعني قفل المدخل الرئيسي، مدخل قريه عرب جهينه. حريقه جت والدنيا ولعت. احنا الوقت ربنا يسترها من الحرائق. احنا عايزين نزرع الارض اللي بينادوا علينا، وفي ظل توصيات السيد الرئيس القضاء على الفساد والقضاء على البلطجه والقضاء على الارهاب. احنا في حرب اسمها حرب الفساد، القضاء على الفساد الاداري. ده اول الفساد الاداري. ان المسؤولين في الوحده المحليه وفي حمايه الاراضي في الاداره الزراعيه يقدموا مكان ما فيهوش، يرجعوا لنا الطريق تاني. ما فيهوش سكان. خليج كان بنصرف فيه وري وصرف. الوقت ما نعرفش نصرف، لان طبعا مواسير يعني مغطاه. ردم مصرف اساسا في قلب الزراعه. حضرتك المفروض ده يبقى في قلب، لو في المساكن بيترد. ده حضرتك سايبين اللي في المساكن وجايين لي في الزراعه. بالظبط. حتى اللي له مكنه ري بيسيبها هنا بالليل بتنسرج، ما يعرفش يروحها. اصبحنا محبوسين. احنا كده محبوسين. ادي مكنه اهي بيخش، ادي لو ممكن الكاميرا تجيب، ادي مكن يا باشا. ولا عارفين نزرع، والارض بارت 200 فدان باروا. بسبب الرايل ده اللي خد الارض دون قفل مدخل علينا. وقفل حضرتك مدخل بلد، وده مدخل ترب. لو واحد متوفي بنلف 3 كيلو لما نوديه ترب. وانت رايك ايه؟ وانا رايي ده مدخل بلدنا. وغير ما فيش تاني. رايك ايه في الموضوع ده؟ رايي في الموضوع ده انت من سياده المحافظ يمشي السكه. يمشي الطريق. يمشي الطريق بتاعنا. اللي اولا دي مدخل بلدنا، مدخل الجيران القبليه قفل. ده مدخلنا الوحيد، والارض بارت، مش عارفين نزرعها يا باشا، ولا عارفين نحصدها ولا ندرسها. والجماعه دول خدوا المدخل بتاعنا قفلوه من فوق يا باشا. واخد بال سيادتك؟ والوحده المحليه، ومعانا قرار من الوحده المحليه
بتغطيه الطريق ويمشي الطريق بتوع الوحده المحليه مش نفذوا القرار. طبعا اجوا انا ما ارضي برد سنتين سبب الزراعه دي، مش لاقي بابور نخش له ولا سباخ ولا قماوي ولا بابور يعديه. سياده المحافظ دول مواطنين والموضوع في ايد حضرتك، ونتوسل فيك الخير يا رب. غير كده سيادتك ايمن بيه، بتوع الاخوه في الوحده المحليه المحترمين جابوا العيب عند الاهالي، قالوا ان الاهالي ده قرار اهوت اقرار ماضي عليه لما قالوا ان الاهالي هم اللي مانعين مشي الطريق. احنا ماضيين عليه وجابوا المواسير فعلا، قرار ماضيين عليه. جابوا التربه الزلطيه والتربه الحمراء وعمدان الكهرباء واتشالت بقدر في خلال 24 ساعه. انا بقى دي الاهالي هي هتبقى معانا جميع الاهالي الماضيين هم اللي هم بيقولوا عليهم ممتنعين اللي هم قدام حضرتك. احنا ماضيين عليه كل ومع ان في جنازه في البلد لكن الناس اصرت انها تتواجد. ده المجلس المحلي مضى عليه، مجلس المدينه مضى عليه بيقر اقراراتها الناس دي، ان الناس ديت مقره موافقه. ده حالهم باظ، حالهم خرب. ازاي ان انت هتمنعني تقول لي يعني المسؤول قال لك ان الناس العيب عند الناس وانت معاك ورقه ممضي فيها؟ انا بقول للمسؤول دلوقتي ادي اهالي جهينه الغلابه هم مشينا الطريق يا سياده المسؤول. المحليه المدينه بتاعتنا في دمون هم عبد النبي بتاع دمون هو اللي كان بعد ما خد منا قال همشيكوا السكه، خد الطريق، خد فلوس الطريق، مش مشينا طريق ولا مشينا نور ولا دينا باظت. ان ازاي يردم مصرف في قلب داخل ارض زراعيه؟ المفروض ان بيتبطن او بيتردم في ارض مساكن. القائد بيفكر بطريقه صحيحه، طريقه مدروسه، يردم لي خليج داخل الكتله السكنيه يمنع الناموس والجرف عن الناس. مش جاي لي في وسط الغيط ويردم لي طريق مواسير مغطاه وفي النهايه الطريق يروح. لا عارفين ندخل ولا عارفين نسقي ولا عارفين نشرب ولا عارفين مواشينا تيجي والمكن بتسارب يعني والاخر. تقصد يا استاذ جمال ان ديت معموله واسطه؟ ده اكيد الدليل يا ايمن بيه لما يبقى عندي التربه الزلطيه على باب الطريق وعمدان الكهرباء على باب الطريق ومواسير الميه، لان الماسوره الاساسيه اللي جايه من محطه مياه السواده ماشيه قدامنا اهيت واحنا محرومين منها. الاهالي اللي ورا دول اتقفل عليهم كانهم بالظبط في سجن، اتقفل عليهم عشان يمشي يطلع على الطريق ده سيادتك بيمشي 3 كيلو يطلع عند الماده اللي هناك. بتاع الاستاذ الوحده المحليه اللي اتهم الناس هم اللي مش عايزين الطريق يمشي. ادي مقرين اهوت كل واحد اسمه رقم بطاقته وهو ماضي باعتماد هذه الاقرارات. وانا بهدي لك الصوره دي تديها لاي مسؤول بيرمي العبء على المواطن. لا المواطن بيقول لك مشي لي طريقي حق ملكي، شيل مواسيرك تاني وخلينا زي الاول. انت رميت اهدار مال عام يا باشا 750,000 جنيه مرمين تحت الارض. طبعا في ارض زراعيه، يا ريتها في ارض سكنيه. في ارض زراعيه يا ريس. حافظ لصالح مين؟ يا سياده المحافظ في ارض زراعيه بعمل مصرف مغطى في ارض مغطى. الارض المساكن فين يا ريس؟ المساكن فين يا سياده المحافظ؟ اهي والارض اهي اردم دي وسايب مصارف في قلب القطع السكنيه، المناطق السكنيه. طالبين من سياده المحافظ مشينا الطريق عشان نعرف نخش بيه بالبابور ناخد راضينا. نمره 2 معاليك يا ايمن بيه، يا ترى هذا الرجل ايه اللي بيملكه من النفوذ في سبيل اني راجل غلبان ولا ابور ارض زراعيه لما حب يبني اوضه لابنه على مرمى البصر هيت اجوا هدوها بعد ساعه واحده وهي داخل قدام بيته هناك الاوضه البيضاء دي. هاتها لي لو سمحت. اوضه اتهدت كامله وهنروح نصورها على الطبيعه. الراجل ده معرفش بيملك من النفوذ ايه لدرجه انه يجي يبور اكتر من نصف الدان ويحط فيه هدد. ما عادش يتكلم معاه. ولما عرف ان احنا بنطالب مشكلتنا قال بيتحايل جايب لي شويه شجر كافور وكزرين وزرع على الخرسانات، ومن العنفوان بتاعه جايب لي مواسير حديديه ومليها خرسانه وحيز على الطريق بيت البلد كامله. واحد مسنود معرفش مسنود من اي جهه، يعني في ظل القضاء على الفساد
والحياه اللي بنشوفها وانا شفتها شخصيا من معالي الوزير خالد بيه سعيد محافظ الشرقيه ابن فؤوس. انت عملت لقاء معاه قبل كده؟ طبعا تواجدت في اكتر من قضيه فساد اكتر، الراجل كان متعاون معاك في يعني اعلى استضافه، وحللنا حلول جذريه منها سور مدرسه جهينه اللي كانت نقلت بره مدرسه تانية بتشتغل صباح ومسائي في قريه تانية. النهارده اللي حل لي مشكلتي وانا قاعد في مكتبه امر وكيل وزاره التربيه والتعليم ومسؤول الابنيه التعليميه يعمل لي الصور تاني يوم. يعني احنا لو عرضنا الموضوع ده على سياده مش المحافظ هيتاخر ابدا، مش ده اروح له ماشي، راجل محترم قمه في الادب، احنا بنعشق هذا الرجل. الراجل ده راجل بيحب بلده، راجل بيحب بلده، وانا التمست فيه. حل مشكله الاسعاف، جاب لي نقطه اسعاف على كوبري الصحاره لما عرضناها على نافذه. بص لما قلت له بنتي بتروح الجامعه الصبح ومش تعرف تركب القطر، زودت القطر 3 عربيات مشكور ما عاد الساعه 6 اللي بيروح الصالحيه. يعني الراجل مستني مشكله تروح له. قدمنا له شكر يا استاذ جمال برضه لما تقدير لمعالي الوزير المحافظ خالد بيه سعيد محافظ الشرقيه اللي الكل كان بيقول لك يمشي الراجل ده يستنى لان ده بيعمر في البلد، ده خليفه السيسي هنا في الشرقيه. احنا بنعشق هذا الراجل، وانا عارف ان مشكلتي لو راحت له وهي شايفه ان الطريق اتقطع على فلاحين غلابه مساكين مكانهم كلهم يتسرق، والحراميه والبلطجيه يسرقوا المكن اللي مش عارفين نوديه بيوتنا، مش عارفين نسقي الارض باظت. دي غله اهي، الغله مسلبله في الاراضي الثانيه، وهنا الغله لسه طالعه، يا عالم نعرف نسقيها ولا لا. ثانيا الصرف لما عملوه هنا الصرف المغطى على المواسير دي عاليه، اعلى من الترعه، اعلى من منسوب الترعه، اعلى من منسوب الترعه الاساسيه اللي هي جنبيه السطحيه، عشان الميه تطلع ما بنعرفش ميه بالعافيه عشان المنسوب اعلى عاليه. يبقى اذا اللي خطط هنا خطط غلط، لازم يتحاسب. كل اللي ردموا هذا المكان يتحاسبوا، يروحوا يودوا الرديم ده في مكان الناس تنتفع بيه، ناس داخل الكتله السكنيه يمشوا طريق، لكن مش في قلب الغيط قلب الغيطان يجي يردم لي مال لصالح مين؟ هيدار مال عام. لا احنا النهارده بنقول عايزين الطريق يمشي، الطريق اهو حضرتك واقف عليه. كلمه اخيره لسياده المحافظ. كلمه اخيره بنقول له ولاد جهينه القبليه معالي المحافظ يا سياده الوزير خالد بيه سعيد، احنا اخواتك واولادك وحبايبك، وانت ما بتقبلش فساد وبتحارب الفساد من يوم ما جيت وبتضرب بيد من حديد. ارجوك عشان خاطر الناس الغلابه دي يا ريت الطريق ده يمشي رحمه بابناء جهينه ومصالح اولاد جهينه اللي احنا بنعشاك في الاول والاخر. انت عروسنا من فوق واحنا بنحبك، يا ريت تبادلنا هذا الحب بانك انت تلبينا طلبنا وتمشي طريق عزبه عطش حياته، عزبه عطش حياته المؤدي لتراب البلد ومسجد البلد وكل مصالح البلد في قريه جهينه القبليه. ارض عليها مش عارفين نتحرك خالص، لا مؤاخذه شعب بينا مش بنعرف نمشي بيها. كل لا مؤاخذه الرجل كده ما بنعرفش نمشي بيها، جيب بقنه الميه ما نعرفش نمشي بيها. وده انعرض مين المطلوب؟ المطلوب السكه يا باشا، فتح طريق اللي هو 3 من الناس دي و3 من الناس ماشي الطريق لا ما هو مقفول اهو يا باشا، مقفول، ما هو مش ينفع كده. حاجه عيل مرمي هنا مرمي صبر الحفره دي لو سمحت الفتحه دي يعني عملوا فتحات وسابوها حتى من غير غطيان يحافظوا علينا. يعني الفساد بعينه. لقينا عاده مرميه هنا تحت. البياره هنا في البياره ماتت، وقعت ماتت. صحيح. فاحنا نطلب من سيادتك الطريق يمشي. استاذ جمال لا عزبه على الطريق عزبه عطش حياته. عزبه عطش حياته. ماشي حد عزبه عطش حياته. وشكرا.